إذا انتهت أفضل مشاركة للمنتخب المغربي في الألعاب الأولمبية وما خرجناش بيدينا خاويا، بل قدرنا نفوزو بأول ميدالية في تاريخنا، وهي الميدالية البرونزية كأول بلد عربي يفوز بها على المنتخب المصري. فوز تاريخي ومهرجان تهديفي ب6 أهداف سجلها المنتخب المغربي كاملة على المنتخب المصري بنتيجة لم تكن على أي واحد يتوقعها. أكيد غادي نهضروا على هذه المباراة، فراه ماشي سهلة تربح فريق كان غادي يخرج صاحب الديار من نصف النهائي من بطولة أولمبياد ب6 أهداف، نتيجة اللي صعيبة تفوز بها حتى في المباريات الودية، فما بالك بمباراة نهائية وعلى الميدالية البرونزية. في هذه الحلقة غادي ندويو على هذه المباراة والإيجابيات ديال المنتخب المغربي اللي استفدناه في الأولمبياد. فقبل ما نبداو ما تنساش تفعل معنا بواحد لايك واشتراك باش توصل بجميع الفيديوهات ديال قناة رضا سبورت. مدرب طارق سكيتيو يدخل بالتشكيلة المعتادة ديال المنتخب، فكانوا جوج ديال التغييرات. ففي عوض أسامة العزوز يدخل أكرم النقاش اللي قدم مباراة رائعة ومحسيناش بالتغيير اللي كان في المباراة، والعودة ديال بلال الخنوس اللي كان موقف بسبب اللي خدا جوج كروت أصفر في المباريات اللي فاتوا. فدابا ندخلوا للمباراة، دخل المنتخب المغربي بالضغط ديالو، فإن كان عنده هدف واحد هو يزور شباك المنتخب المصري. من بعد 23 دقيقة جا الهدف من عبد الصمد الزلزولي، هدف خرافي من بعد الباس اللي عطاه زكريا الوحدي بتسديدة خرافية من عبد الصمد الزلزولي، هدف خرافي من عالم آخر. فالحاجة اللي كانت مزيانة في المنتخب المغربي بعد تسجيله الهدف الأول ما رجعش اللور وبقى كيدافع وكيعتمد على الهجمات المرتدة، بالعكس زاد ضغط على المنتخب المصري وما خلاش ياخد راحته. فبعد 2 دقائق جا الهدف الثاني من بعد توزيعة رائعة من عبد الصمد الزلزولي وإنهاء خرافي من عند سفيان الرحيمي، هدف خرافي. فهكا زاد الضغط ديال المنتخب المغربي من بعد انتهاء الشوط الأول بنتيجة 2-0. غادي ندخلوا للشوط الثاني بنفس الضغط، فإن الدقيقة 51 غادي يجي الهدف الثالث من بلال الخنوس، هدف رائع من خارج منطقة الجزاء. والدقيقة 64 غادي يكون باس من إلياس أخوماش خيالي لسفيان الرحيمي بإنهاء خرافي بتسجيل الهدف الرابع. فتخيل معايا انت مدرب وعندك فرقة رابحة ب4-0 والدقيقة 73 والمدافع ديالك طالع يماركي، فهادشي اللي وقع مع طارق سكيتيوي بأكرم نقاش بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 73. دقيقة 87 غادي تجي كفرة المنتخب المغربي قريبة للشباك المصري وغادي يتم تسجيلها أشرف حكيمي بتسديدة رائعة في 90. فهنا غادي يسالي المباراة المغرب بفوز خرافي على المنتخب المصري 6-0. ودابا نشوفوا إيجابيات المنتخب المغربي اللي ما فاش غير بالميدالية البرونزية بل فاز بأشياء أخرى. اولا بالفكر الهجومي اللي ولا عند المنتخب المغربي، فرا قدر يسجل في البطولة 17 الهدف، رقم كبير جدا. وثانيا فزنا باكتشاف اسماء اللي غادي تعاون المنتخب الاول كأسامة ترغالين بروفايل رائع واللي غادي ينافس أوناحي، وامير ريتشارلسون اللي غادي نشوفوه من هنا لقدام بزاف مع المنتخب الاول وغادي ياخد دقائق كثيرة مع وليد الركراكي، والياس اخوماش اللي غادي ينافس كتير حكيم زياش على الأساسية، والعديد من اللاعبين اللي استكشفناهم في هذه الدورة والمدرب طارق سكيتيوي. فهنا غادي يسالي الفيديو ديالنا، فمنساش تفعل معنا بواحد اللايك واشتراك باش توصل جميع الفيديوهات ديال قناة رضا سبورت.